السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهارده او موضوع فيديو النهارده هو موضوع مهم جدا، وهو موضوع التطوع، وخصوصا للمصريين، لان ناس كتيرة جدا من المصريين عاوزين يتطوعوا بس مش عارفين يعني يعملوها ازاي او يجوا ازاي. وكمان برضو ناس كتير مفكرة ان السفر لألمانيا اما عن طريق دراسة او الشغل، بس في الحقيقة لا، في حاجة تالتة اسمها التطوع. فانا النهارده ان شاء الله في الفيديو ده يعني هقول لك ازاي تتطوع، وايه الحاجات اللي ممكن تتطوع فيها، وايه الاوراق المطلوبه، كل حاجه من دي. لان كمان يعني التطوع ده يعتبر يعني بدايه حياه جديده جدا هنا، ممكن يعني تغير حياتك. ممكن تقدر بعد التطوع كمان تدرس او بيلدونج او جامعه او اللي انت حابه. فخليك معانا اخر الفيديو عشان بجد تستفيد. يعني ايه بقى تطوع؟ التطوع ده يا صديقي بيبقى برنامج بيديك فرصة انك تشتغل في مثلا مؤسسات خيرية، مدارس، مستشفيات، دار مثلا اللي هو رعاة مسنين، او مراكز اللي هم مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة. وطبعا ده عمل مش مدفوع، بس في نفس الوقت لكنه مش مجاني تماما. يعني ايه بقى؟ قبل ما اقول لك يعني ايه يعني مش مجاني تماما، يعني خليك عارف ان في مجالات كتيره جدا تقدر تتطوع فيها غير المجالات اللي انا قلتها. زي مثلا لو انت في مجال البيئه، لو انت بتحب الزراعه او الكلام من ده، ممكن كمزارع تشتغل في الزراعه، او كمثلا كمدرس تعليم الكلام ده في مدرسه. يعني في مجالات تبع البيئه وفي الزراعه كتيره جدا، في مثلا في مزرعه، في الكلام من ده، لو انت بتحب المجال يعني الزراعه وكده. ففي مجالات كتير تتطوع. خليني بقول لك دلوقتي يعني ايه مش يعني مجاني تماما. يعني اول حاجه التدريب ده او التطوع ده بيوفر لك سكن تعيش فيه كويس، او بدل سكن، بيوفر لك اكل وشرب او بدل اكل وشرب، زائد كمان بيديك حاجه يعني ايه زي مصروف بسيط جدا كده شهريا 200 ل 400 يورو. زائد طبعا احيانا بيبقى في كورسات لغه انت بيعملوها لك ببلاش، يعني كتحسين للغه بتاعك، يعني اللي هو مش مدفوع بس بيدوك المزايا دي. فطبعا المزايا دي لوحدها كفايه انك هتتعلم لغه، هتحسن لغتك، هتتعامل مع ناس يعني من بيئات مختلفه ومن يعني ثقافات تانية. فده كل ده فايده، كل ده استفاده ليك. طبعا الموضوع ده مزايا كتيره جدا، اولها انك يعني انت عندك فرصه تعيش حياه كويسه هنا. وطبعا يعني خبرتك في المجال اللي انت هتشتغل فيه او هتيجي تتطوع فيه هتزيد، يبقى عندك خبره كبيره جدا في المجال اللي انت هتتطوع فيه. زائد بعدها كمان لما تخلص التطوع ده تقدر تدرس او بيلدونج، تقدر كمان تكمل شغل دايم هنا. طبعا عندك فرصه انك يعني تحصل على اقامه، يعني كفايه انك يعني هيبقى طالع يعني تبقى عايش هنا بطريقه قانونيه، تمام. وكمان زي ما قلت لك انك هتقدر حبيت تكمل بعدها او بيلدونج او كده تقدر تكمل بكل سهوله. وانا اعرف كذا شخص يعني جم هنا على تطوع، بس هم صراحه مش مصريين، جم هنا على تطوع وبعدها يعني اشتغلوا شغل دايم، وحرفيا حياتهم اتغيرت للاحسن جدا. الجزء الاهم والاهم يعني الاهم جدا، ايه هي الشروط والمتطلبات طبعا للتطوع ده؟ اول شرط عزيزي المشاهد وهو السن بيكون من 18 ل 26، وفي بعض المجالات بيوصل لل 30 واكتر من 30. فده اول شرط. فانا شايف ان الشرط ده مش عائق جدا، تمام، اللي هو شرط السن ده. تاني حاجه اللغه، بيطلبوا منك شهاده اما A1 او A2، اللي هو شهاده A1 او A2. وكمان مش لازم تكون اللي هو يعني اللي هو مش لازم تكون متميز او تكون جامد في اللغه قوي، هي اساسيات بس. يعني هم مش طالبين اكتر من اساسيات بس، A1 او A2. وانا اعتقد دلوقتي ناس كتيره جدا في مصر معاها المستوى الاولاني والمستوى الثاني من اللغه، بس مش عارفين يبداوا منين. فانا شايف كمان ان الشرط الثاني ده مش عائق كبير انك تجيب المستوى الاولاني او المستوى الثاني. وزي ما قلت لك مش لازم تبقى يعني بيرفكت في اللغه، انك بس يبقى عندك اساسيات. فده تاني شرط، تمام. تالت شرط يكون معاك جواز سفر، طبعا الشرط ده سهل. رابع حاجه شهاده الثانويه او شهاده الجامعه. وبرده مش شرط يكون تخصص معين، ومش شرط يكون في جامعه. انت زي ما قلت لك اما شهاده ثانويه او شهاده الجامعه، ومش شرط تكون انت درست تخصص معين، تمام. بعد كده CV بتكتب فيه ايه الحاجات اللي انت عملتها بس. والشرط اللي بعد كده
تعمل لهم موديفيشن ليتر، يعني بتوضح لهم فيه ليه انت عاوز تتطوع بس. فدي كل الشروط المطلوبه للتطوع هنا زي ما قلت لك. اول حاجه السن مفيش اي مشكله. تاني حاجه اللغه الاول او الاسفل، مجرد بس اللغه، مجرد الشهاده امتحنت ونجحت، اساسيات فقط، مش لازم تكون بيرفكت في اللغه. دي تاني شرط. تالت شرط زي ما قلت لك جواز سفر ساري، سي في وموتيفيشن ليتر. الحاجات دي كلها سهله جدا، وانا عملت فيديو قبل كده اتكلمت فيه عن السي في وعن الخطاب التحفيزي. فدي كل الخطوات المطلوبه. الجزء اللي بعد كده وهو انا شايفه الجزء الاكثر اهميه جدا جدا، واللي هو دلوقتي انا معاه شهاده الاينس او معاه شهاده الاسيفاي، معاه شهاده الاي 2 تمام، ومخلصه جامعه او مخلص جامعه وعندي 24 سنه، اعمل ايه؟ بص يا صديقي ركز معايا لان ده اهم جزء. اول حاجه انت تحضر اوراقك، او اول حاجه انت بتشوف نفسك حابب تتطوع في مجال ايه، وليكن مثلا خدمه شبابيه او مثلا خدمات اجتماعيه او خدمات بيئيه. انت بتشوف انت حابب تتطوع في اي مجال. تاني حاجه بتجهز الورق اللي انا قلت لك عليه فوق ده. بعد كده هكتب لك 4 مواقع في الوصف عندي تحت، تدخل على اي موقع من دولت، بتبحث عن الفرصه اللي انت حابب تتطوع فيها وتقدم بنفسك. يعني الاوراق اللي انا قلت لك عليها اللي انا قلت لك عليها فوق انت بتترجمها وبتوثقها، واتكلمت عن الموضوع ده قبل كده وبجد، وبتواصل معاهم وبتقدم لهم اوراق. بل وكمان بتقدر تقدم يعني على الجمعيات الالمانيه نفسها، اللي هو انت اصلا ممكن تدخل على الجمعيات الالمانيه نفسها وتقدم عليها وتواصل معاهم. وهكتب لكم برضو في الوصف تحت 4 جمعيات المانيه هنا اللي هي يعني بتقدم اللي هو العمل التطوعي ده، انت بنفسك تقدر تدخل عليها وتواصل معاهم. فانا هكتب لكم 4 اسماء جمعيات تحت او 5، هتدخلوا عليهم دايركت وتشوفوا الكونتاكت. اول ما تلاقوا كونتاكت والايميل هتقدموا. ازاي هقدم؟ هتبعت لهم ايميل بالاوراق بتاعتك كلها تمام، ده كده انت قدمت بنفسك، يعني مش محتاج حد يقدم لك ولا اي حاجه. وانت كده انت خلاص كده انت عملت كل حاجه. انت تدخل على المواقع اللي انا هقول لك عليها، تشوف الفرص وتقدم على اكتر من فرصه، وفي نفس الوقت تدخل على الجمعيات برضو اللي هكتبها لك تحت وتواصل معهم، تشوف الكونتاكت وتبعت ايميلات بالسي في بتاعك. خدت السي في كل الاوراق اللي انا قلت لك عليها فوق مترجمه ومتوثقه، بس انت كده قدمت وتنتظر. اول ما يجي لك القبول اللي هو العقد التطوع، انت كده يعني عديت 95% من الطريق، 95% من الطريق. اول ما يجي لك العقد التطوع انت كده خلصت كل حاجه. الخطوه الاخيره وهي انك تحجز بقى عادي في السفاره فيزا اسمها تطوع، فيزا تطوع، موعد فيزا تطوع اللي هي فرايفيليجن دينست، موجوده في الفيزا في السفاره عندنا في القاهره فيزا التطوع. تحجز الموعد وتقدم الاوراق بتاعتك اللي هي نفس الاوراق اللي انت مقدم عليها للتطوع، نفس الاوراق اللي انا قلتها لك فوق، اللي هو السي في وموتيفيشن ليتر وشهاده اللغه الاي 1 او الاي 2 لو معاك. طبعا مش مطلوب منك حساب بنكي لانك ان رايح تطوع، فهم اللي هيتكفلوا بيك. تقدم بقى على السفاره، وبعد كده بتنتظر برضو من 4 ل 6 اسابيع وخلصت. فده كل عمليه التقديم. فاتمنى اكون وضحت لكم الفيديو او وضحت لكم الموضوع ده، لان سالني كتير. وما تنسوش تبصوا على الوصف تحت، هكتب لكم فيه المواقع اللي تقدر تقدم عليها دايركت، او الجمعيات نفسها الالمانيه اللي هنا تقدر تتواصل معهم بالايميل بالاوراق بتاعتك. فلو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تدعوا له دعوه حلوه، وابعتوا اي حد يعني مهتم ان هو يسافر المانيا، معاه لغه مثلا بس مش عاوز يجي يدرس او كده، ومهتم ان هو يسافر المانيا يتعرف على ناس جديده، ثقافات جديده وكده. واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنسوش دعوه حلوه، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.